السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك ومرحبا بكم في القناه ديال سكينه تشتوك. الصديقه ديالي جيت عندها اليوم وغنديروا انا وياها هاد الطاوه اللي كتشوفوا قدامكم ديال الحوت، حوته مشرمله بشويه ديال الخضره. خليكم معنا باش تشوفوا التفاصيل ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت عند صاحبتي فاطره عندها اليوم ان شاء الله. غادي نديروا معكم واحد الحوته مشرمله. المهم راه ديجا درت الشرمونه هنايا. عندي هنا قزبور ومعدنوس، عندي بابريكا، عندي شويه ديال الزيت ديال الطياب، زيت الزيور، عندي ثومه محكوكه، عندي خرقوم، عندي شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون. المهم هادشي اللي درت. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الطماطم مركز ولا 2 معالق. نخلطوا هاد الشرمونه مزيان. من بعد ما خلطنا الشرمونه كتجي على هاد الشكل هذا صافي ونخليوها هنايا. نقطعوا دابا الحوته نفلحوها شويه باش ندخلوا ليها الشرمونه لداخل. شرملناها دابا من الداخل، دخلت شويه ديال الشرمونه غادي نشرملها برا بحال هكا. صافي نقلبوها شويه بنفس الطريقه. نحاولوا ندخلوا الشرمونه لهاد الجنيبات، نخلوهم ملي غادي يطيب ان شاء الله راه غتشربها. المهم استعملت يدي حسن باش ندخل الشرمونه لهاد الجناب. حيت هذيك صافي بحال هكا، ونخليو شويه ديال الشرمونه غير باش ندوز فيها الخضره اللي غادي ندير مع الحوته في الفران. خليكم معايا حتى نقطع الخضره ان شاء الله. كاسرونه فيها شويه ديال الرز مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، درتهم يتسلقوا باش نعمر بهم هذيك الحوته. خليكم معايا. المهم البنات كما كتشوفوا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. من بعد ما سلقنا الرز شرملنا وعمرنا به الحوته من الداخل وزوقناها بشويه البطاطا كما كتشوفوا، شويه المطيشه. دابا البصله هي كدير البصله صاحبتي اللي جات عندي. دابا الشرمونه اللي شطتها هي كديرها فوق منها. كما كتشوفوا شرموا بها الخضره من الفوق. حتى نخليو شويه ديال الزيت على الخضره من الفوق صافي. كما كتشوفوا البنات من بعد ما سالينا الحوت ها هو غندخلوها للفران. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله راه طابت والمرقه ديالها خاطره. نتمنى انكم تجربوها. راه كطيب في تقريبا شي 20 دقيقه ولا ربع ساعه. انا مقصتها على الفران مزيان وبصحه والراحه وبصحه فطوركم ورمضان مبارك.